كل اللي هيدوقها عندك بقى هيفكرك ان انت عاملة كبدة، مش هيفكر ان دي فشة خالص. هنعملها النهاردة بطريقة جديدة وسهلة كده وبسيطة. حلة بقى كده على البوتاجاز فيها مية سخنة، وهننزل فيها بالفشة زي ما احنا شايفين كده. الاول هننزل بيها على بعضها كده لحد ما تاخد معانا لون كده عشان تمسك نفسيها، ونعرف ان احنا نقطعها كويس بالشكل ده. ما تاخد معانا لون كده هنبتدي بقى ان احنا نطلعها من المية ديت ونسيبها لما تبرد شوية تبقى معانا بالشكل دوت. واول ما تبرد بقى بنقطعها تاني القطع كده علشان هنحطها في المية السخنة تاني عشان تستوي كلها من جوه، عشان احنا زي ما احنا شايفين قلبها من جوه لسه ما استويش كويس. هننزل بقى بيها تاني كده في المية السخنة لحد ما تستوي معانا كده. زي ما احنا شايفين كده شكلها عامل زي اللحمة بالظبط كده، كانت معانا استوت. هنبتدي بقى نطلعها برضو كده من المية السخنة ونسيبها تبرد شوية، هتبقى معانا بالشكل دوت اكنك سلقة لحمة بالظبط. بعد كده بقى لما تبرد هناخدها ونبتدي بقى ايه نقطعها قطع كده زي ما انت عاوزة. هنقطعها مثلا شرايح رفيعة كده او قطع زي ما تحبي بالشكل ده. كانت هنا معانا كده زي ما احنا شايفين استوت كده. هنقطعها بقى لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. هي هنا كانت لسه سخنة مكنتش عارفة امسكها كويس، تبقى اسيبيها لما تبرد على مهلها وقطعيها بقى براحتك كده. تتقطع معانا بكل سهولة واكنك بتقطعي كبدة مش فش خالص. الطريقة دي جميلة وهتعجبك ان شاء الله. اغلبية الناس مش بتحب تعمل الفشة، بس بالطريقة دي ان شاء الله هتخليكم تحبوها وهتعملوها بكل سهولة. قطعناها زي ما احنا شايفين كده قطع رفيعة. هنكمل بقى الكمية بتاعتنا كده تقطيع بالشكل ده. هي كده هتتقطع معاكي بكل سهولة، احسن ما بتكون نية. لما بتكون نية مش بتعرفي تمسكيها بتبقى بتزحلق منك كده، لكن لما بنسويها بالطريقة ديت بنعرف نقطعها كويس زي ما احنا عايزين، ونقطع حجم القطع اللي احنا عايزينها برضو. وكده كنا خلصنا بقى الكمية بتاعتنا قطعناها كلها. بعد كده بقى هنحط بقى طاسة على النار كده تسخن معانا، واول ما تسخن الطاسة هننزل فيها بزيت. بعد كده بقى هنكون مقطعين معانا توم، واول ما الزيت يسخن معانا برضو هننزل كده بالثوم ونشوحه لحد ما ياخد لون معانا. بعد كده بقى هننزل بالفشة بتاعتنا اللي احنا قطعناها كده ونشوحها بقى تشويحة كده مع الثوم. يا دوبك تاخد لون بسيط كده، يعني مش هنسيبها كتير عشان هي مش هتستحمل، ممكن تتحرق مننا. بعد كده بقى هننزل ببصل مقطعينه وملح وفلفل. هنقلب بقى كده المكونات كلها مع بعض كده. بعد كده هيكون معانا برضو فلفل مقطعينه، فلفل بارد او حامي زي ما تحبوا، بس طبعا الفلفل الحامي هيديها طعم برضو. هنقلب بقى كله كده مع بعضه. وهنا برضو معانا كده طماطمايه متقطعه. هنقلب بقى كل ده مع بعضه كده، وبعد كده بقى هننزل عليهم بشوية من المية ونغطي عليهم ونسيبها لحد ما تستوي معانا. تبقى معانا كده كده نزلت معانا صوص وبقت معانا بالشكل الجميل ده. جربوا بقى الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.